يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى يا جماعه، صلوا بينا على النبي الاول قبل ما اتكلم معاكم في حاجه. دلوقتي الفيديو اللي انا جايبه لكم النهارده فيديو بصراحه يستحق. بصوا بقى 100 لايك 1000 لايك، يعني اعملوا لي كده لايكات كتير كتير. النهارده بنتي عندها درس، وطبعا الجو شتاء وشتاء. بصوا بقى له كام يوم نوى كده ماسكانا ليل ونهار شتاء، فانا قلت اوديها عشان خايفه عليها بصراحه، الجو وحش قوي. فمصممه تلبس البنطلون ده الاسود. انا طبعا غسله عندي غسيل ياما وعايز يتنشر، والجو ما بيوحيش كده ان الغسيل ده هينشف، يعني مفيش هوا ومفيش شمس مفيش حاجه. فهنعمل ايه؟ البنطلون ده مبلول، هنشفه ازاي؟ انا هعمل ميكروويف في البيت، انا ما عنديش انا هعمل مجفف في البيت، انا ما عنديش مجفف اصلا. فانا هحول البوتاجاز بتاعي لمجفف غسيل. هنحط الغسيل المبلول في فرن البوتاجاز. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عايزه تولعي الدنيا، انت بتقولي لنا كده عشان نعمل مصيبه في البيت. لا 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 لا, لا. بالراحه كده، واحده واحده عليا، وهنشوف احنا هنحول البوتاجاز ازاي لمجفف. قبل اي حاجه، لسه اول مره تشوفني معاكي ام مودي، اعملي لي بقى اشتراك ولفي لفه كده. انت مودي، لفي لفه شويه في القناه كده، ودعميني باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس. وتعالي نشوف احنا هنخلي البوتاجاز ازاي نحوله لمجفف غسيل. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. ده انا عندي هنا المروحه شغاله، هنشغل الفرن كده. تمام، انا شغلت الفرن. هعمل ايه؟ طبعا الفرن بتاعك لازم يكون اهو هنا. الفرن بتاعك اهم حاجه لازم يكون نظيف، ما فيهوش لا زيت ولا فيه اي حاجه، علشان ما ياثرش على الهدوم. هنعمل كده البنطلون بتاع بنتي. بصي، النار ما تخليهاش عاليه، النار ما تعلاش. وهنحط هنا على الشبكه بتاعت كده، ما تبقاش الشبكه ما تبقاش تحت خالص. هنحط الشبكه في النص وكده اهو. انا هنا متاكده ان الهدوم مفيش حاجه مدلدله منها تحت خلاص. وعندي المروحه اهي شغاله، المروحه بتاعه الفرن شغاله، يعني بتعمل هواء سخن على الحاجه. دقيقه وتقلبي دقيقه. انا الموضوع ده عملته قبل كده فين؟ عملته قبل كده في البنطلون بتاع جوزي الجينز. بصراحه هو كان مستعجل عليه، قلت له يا عم طب ما تلبس بنطلون تاني. قال لي لا 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 انا عاجبني ده، انا عايزه البسه. قلت له تمام. غسلته له في الغساله وطلعته نص غسله كده ونص شطفه، معصور نص عصره كده. وعملت الموضوع دوت. اقسم بالله اعملي لي لايك واعملي اشتراك عشان القناه دي تكبر، مش باين لها ان هي هتكبر، فكبريها لي انت بقى ودعميني. عشان في ناس بتحب تاخد المعلومه وبتحب ان هي ايه، تتفرج وتمشي من غير ما تعمل حاجه. احنا في شهر شعبان، الاعمال هترفع لربنا، اعملوا حاجه كويسه قبل ما تمشوا من الفيديو. يلا نشوف البنطلون كده نتابعه. بصوا هنا بقى اهوت. بصوا الدخانه، انا مش عارفه الدخانه طايله لكم ولا لا، اللي هو البخار اللي طالع منها. بصوا ده بيبين لكم ان هو البنطلون مبلول. ها، البنطلون مبلول. هنعمل كده، نهوي ونحطه على الناحيه التانيه اهو. هنحط على الناحيه التانيه اهو. والله عايزه اقول لكم ان دي نشفت شويه اهي، يعني كانت مبلوله ونشفت كده شويه. المروحه عامله شغل حلو، المروحه اللي في البوتاجاز عامله شغل حلو، بتشغاله بتطلع هواء سخن على مع الهواء السخن. لان انت لما بتنشري الغسيل في الجو بيبقى صيف، الغسيل بينشف بسرعه. ليه؟ لان الهواء اللي بيجي لك من الجو بيبقى هواء سخن اصلا. فانا هنا عملت برده مجفف، والمجفف عباره عن هواء سخن، يعني بيبقى فيه تقريبا السخان بتاع المجفف شغال وبيبقى هواء سخن. ده برده هنحوله لمجفف، بس عينك هتبقى عليه. وفي نفس الوقت ما تعليش نار الفرن عليه، والشوايه من فوق ما تشغليهاش. ما تحطيش الشوايه وانت مش بتعملي صينيه بطاطس يعني عشان تحمري لي وشه. فبلاش الشوايه، لان المروحه مع الشوايه ما ينفعش. المروحه هتطفي المروحه هتطفي النار. تمام، فبلاش الشوايه اللي تحت. احنا كلنا تركيزنا على العين اللي تحت خالص، وبيبقى نارها مش عاليه علشان ما تطولش فتله من الهدوم ويحصل لا قدر الله اي حاجه. الكلام ده لو انت مستعجله على حاجه عايزه تلبسيها دلوقتي حالا، او عايزه تنشفي تيشيرت لابنك، او شراب
ممكن تنشفيه بسرعه في قلب الفرن. طبعا الشراب خفيف هينشف بسرعه، ده اكيد. انا بعمل الشرابات خلي بالكم مش بتتحرق، ده هوا سخن يا جماعه. اهم حاجه ان الفرن دايما يبقى نظيف. بصوا الهواء اللي طالع، بصوا البخار، ده البخار. بصوا انا كده ايه، انا هنا هقلبه اهو، يعني انا هو من هنا نشف الجو، الحته دي نشف. بصوا هنا والله العظيم عايزه اقول لكم البنطلون خلاص فاضل له سيكه كده. بصوا لا انتوا عارفين بقى انا ايه، انا وريتكم الفكره، بس انا بيني وبينكم انا هكمل بقيه الغسيل، الحاجات اللي انا مستعجله عليها. يعني في شرابات هحطها دلوقتي عشان مش هتنشف في البلكونه، وفي تيشيرتات المدارس بتاعت عيالي. طبعا الجو وحش قوي النهارده، ان الهدوم بتاعتهم تتغسل الخميس بعد ما بيطلعوا من المدرسه، بعد ما بيخلصوا مدرسه، ده نهايه الاسبوع. بس بصراحه الجو وحش جدا، فانا غسلتهم، وطبعا مش عارفه انشر الغسيل، فانا هحط التيشيرتات دلوقتي برضو في الفرن، والبناطيل كمان بتاعت المدارس هحطها، عشان يوم الاحد كده ان شاء الله رايحين المدارس بتاعتنا فيبقوا هدومهم جاهزه. ما احبش اعمل ايه الحاجه وقتها كده في وقتي، لا. الله اعلم بكره هيبقى فيه ايه، فيبقى هدومهم نضيفه احسن. وادي النسكافيه بتاعي ايه، هروح اعدل دماغي وبعد كده اودي ندى الدرس، ولما اجي اقول لكم بقى على هدوم المدارس بتاعتهم وانا حطاها جوه فرن البوتاجاز. عيالي كده هيبقوا ماشيين في الشارع نص سوا. يا رب الفكره بتاعت النهارده تكون عجبتكم، بس يا ولا ولو كانت عجبتكم الفكره وان شاء الله تكونوا استفدتوا بيها، خلي بالكم بس اهم حاجه تركزوا وتبقى ايديكم على طول في النار، ايه عمالين تقلبوا شويه يعني كده، يعني قلبوها واحده واحده كده وما تسهيش عنها. وما تنسيش بقى تدعميني باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس وكومنتوا وقولوا لي الفكره كويسه ولا ايه. متقبله كل تعليقاتكم طبعا، ان كانت حلوه او ان كانت وحشه، انا روحي رياضيه فانا بتقبل اي حاجه. اشوفكم على خير او تشوفوني على خير، ومع الف سلامه.